النهارده البودكاست هيبقى خفيف كده شوية زي ما قُلت، هيبقى عن الماضي، القرارات اللي إحنا كنا ممكن ناخدها في الماضي وخدها بدالنا أهالينا، الحاضر اللي إحنا عايشين فيه وتأثير القرارات دي عليه، سواءً إحنا كنا خدناها أو كنا مغصوبين عليها، المستقبل بقى، هل إحنا في الحاضر ده هنقدر نغيّر حاجة في الماضي بتاعنا اللي ما كانش بإيدينا، نعدّل فيه أو نعمل أي حاجة بحيث إن المستقبل يبقى أفضل، أو ناخد قرارات طايشة فالمستقبل يبقى sort of غير معلوم. عايزين نتكلم كمان على جواز الصالونات، أو زي ما بيقولوا الزواج المُعَد مسبقًا من قبل الأهل أو الأصدقاء أو أيًا كان، الجواز لمجرد الجواز والجواز عن حُب، الارتباط في إطاره الرسمي، خلّينا نبعد شوية عن حتّة الارتباط العاطفي برّه رباط الجواز وكده. عايزين نتكلم برضه النهارده عن شوية حاجات كده تخُص الgames، هندخل عليها خفيف، خفيف، وتأثيرها دلوقتي على الولاد عامل إزاي، وإن هي ابتدت فعلًا، فعلًا تأثّر على ولادنا بتبث جواهم كده، زي ما كنا إحنا بنقول زمان هو بيرمي جواك بذرة ويسيبها هي تزرع مع نفسها. عايزين برضه نتكلم عن نتايج البذرة دي بالنسبة لولادنا بقى دلوقتي، اللي هو سن المراهقة دي، خصوصًا إن أنا عندي ابن في سن المراهقة دلوقتي، ربنا يحفظه حمادة. ربنا يحفظه يا رب. ونتكلم على الناس بقى اللي إحنا ممكن ناخدهم as role models كمثل أعلى من gamers، سواء الناس I know that there is a clean attitude and there is a filthy attitude when it comes to everything. في كل مجال هتلاقي الشخص السيء اللي بيديك مثال وحش قوي، انت ما تنصحش بيه ولادك او تنصح بيه اصدقائك، وفي الامثله اللي انت تقول هو he's playing games، هو راجل جيمر وكده والكلام ده، ولكن هو it's a decent person. يعني انا هبقى مطمن لو اديت الشانل بتاعته مثلا لابني او كده، وهيعرف ان هو يظبط الدنيا بتاعت انت بتحب الجيمز، بس this doesn't mean that this is going to be your life from now on. احنا محتاجين ان احنا نخلي دي حاجة كده هواية على جنب، او مثلا نخليها ننمي فيها بحيث ان هي تبقى نبروسبر فيها، ان نزدهر فيها وكده، ونخلي ده مصدر لينا الى جانب اي حاجة جدية احنا بنعملها في حياتنا. فخلينا نبدأ كده احنا كده معانا سيزون، احنا كده مش معانا حلقة. يس. خلينا في القرارات ناخدهم بالترتيب، بس احنا القرارات عندنا affected، يعني أثرت علينا في 3 مراحل: مرحلة القرار، ومرحلة الحاضر اللي احنا عشناه، ومرحلة المستقبل هيبقى عامل ازاي. طيب احنا ممكن نشوف ده صح ولا غلط، كده كلها حياتنا مكتوبة من قبل ما نتولد، بس ما ننكرش ان في حاجات اكيد كان ممكن نتصرف فيها كذا، نعمل فيها كذا، بس لما تبقى الحاجة اوريدي مفروض علينا دي حاجة تانية. طب ممكن ده يحصل ازاي؟ هيحصل ان احنا هناخدها بالعكس. ماشي. احنا دلوقتي هنبدأ من المستقبل، بعد كده الحاضر اللي هو مفروض لسه خالص، وبعد كده وقت ما حصل القرار، احنا وقت الدنيا ما بيتفرض علينا وضع مش عايزينه، بنبقى عاملين ازاي، الرؤية بتبقى عاملة ازاي. انا مثلا بشوف ان احنا بنبقى تحت قوي، وباصين اقل من مستوى نظرنا بحاجتين. بنبقى شايفين السلبيات اللي بتحصل، مش هتعرفي تبصي قدام، مش هتعرفي تبصي غير ان ده خلاص ده شكل اللي جاي. دي مرحلة، دي هنرجع لها في الاخر. الحاضر اوريدي هنتكلم عليه في المستقبل. تعريف المستقبل بقى، نبقى دلوقتي احنا بنشوف القرار اللي وقع علينا من 15 سنة، حياتنا دلوقتي عاملة ازاي بعد القرار ده. الحاجة اللي اتفرضت علينا من 15 سنة، 10 سنين بقى 15 سنة، من سنين كتير احنا اتفرض علينا حاجة
اهم. كان في عواقب معينة أو نتج عنها حياة معينة، الحياة دي خلصت، إمم. ودلوقتي إحنا في ثمار القرار ده. ثمار القرار ده. يلا إحنا بينا. بنتكلم على المستقبل كمستقبل إحنا بعد ما عرفنا القرار ده وعِشنا فيه وخلاص، والّا إحنا بنتكلم على what I'm hoping for، يعني إيه اللي أنا لا، باتمناه هو بقى في القرار المستقبل عشان اتفرض، نعيش فيه؟ القرار اتفرض وعشنا، إمم. وإحنا في إمم. المستقبل بتاعه. إحنا هنجيبها من العكس. تمام. إحنا دلوقتي خلاص، إيه اللي بيحصل لنا دلوقتي بعد القرار اللي حصل من 15 سنة؟ بعد القرار اللي حصل مش من 15 سنة، من حوالي 22، 23 سنة. مم. القرار اتاخد بناءً على عنجهيات يمكن هي كانت مبررة من قبل الأهل، نظرة مادية بحتة، طبقية بحتة، ما راعتش أي مشاعر أو أي عواقب ح هتحصل وكده. النتيجة بتاعة القرار ده اللي اتاخد من طرف واحد، طرف كان على علم تام بإن الطرفين اللي هيُقع عليهم القرار بتاعه ده هيحطّم فيهم شيئًا ما. ولكن من وجهة نظر الشخص ده طبعًا عليه رحمة الله يا رب، الله وربنا يرحمه. يجعله في الفردوس الأعلى. إحنا أهلنا دايمًا يا حسام زي ما أنت عارف بيبقوا واخدين الموضوع اللي هو أنا عارف مصلحتك، لإن هُم طبعًا مش شايفين المستقبل اللي إحنا فيه دلوقتي. بالنسبة لهم هُم المستقبل اللي إحنا فيه حاليًا اللي هو حاضرنا إحنا حاليًا، هُم عمرهم ما كانوا يتخيلوه. ما حدش يعرف خالص. المستقبل الحمد لله. ولا أهاليهم كانوا هيتخيلوا، بغض النظر عن ظروفنا إحنا. بالضبط. إحنا بنتكلم في 10 20 سنة قدام، ممكن قوي ما نعيش إن إحنا نشوفهم عاملين إزاي. صح، صح. القرار اللي اتاخد ده كانت نتيجته آآ حاليًا شخصين تُعسى. آمم تُعسى إلى حد إن هُم كانوا عايشين اللي هو اليوم ليومه. يعني أنا باصحى من النوم أهو نهار جديد وخلاص. صباح الخير أهو، يمكن يبقى خير، يمكن يبقى شر، ما حدش عارف حاجة. تُعسى لدرجة إن هُم عايشين وبقى في حياتهم في أشخاص تانية هُم مسؤولين عنّهم ومُجبرين إن هُم كانوا يكمّلوا علشانهم في طريق التعاسة ده، بس لمجرد إن هُم عندهم إحساس بالمسؤولية بقى خلاص. القرار اللي ما اتاخد ده بقوش اتاخد بطولهم وإحنا خلاص. صغيرين، إحنا دلوقتي خلاص كبرنا، فإحنا اللي بقينا المسؤولين بقى، إحنا بناخد قرارات، فالقرارات اللي إحنا بناخدها دي دلوقتي مع علمنا القرارات بتاعة أهالينا عملت فينا إيه، إحنا دلوقتي القرارات اللي إحنا هناخدها إحنا عندنا وعي كامل وتام هي هتعمل إيه في الناس اللي إحنا مسؤولين عنهم دول. تمام؟ بالضبط. إلى أن حصلت آمم أنا باطلق عليها أنا والطرف التاني معجزة، شيء لم نكن نتصوّره سويًا. وكانت نتيجته حاليًا إنه أنا واحدة من الناس ما كنتش بؤمن تمامًا في المطلق بالمقولة اللي بتقول: "وقد يجمع الله الشتيتين بعد أن ظن كل الظن ألا تلاقيا." آآ وكنت واخداها هزار، وكنت باقول إن اللي قال المقولة دي هو ربنا قادر على كل شيء طبعًا، ولكن اللي قال المقولة دي أكيد كان إنسان فاقد لكل الأمل، فلجأ إلى الله سبحانه وتعالى ليصنع له معجزة. حلو. ولكن ربنا صنع المعجزة علشاننا، أدينا قاعدين أهو في المستقبل الحاضر و ونشوف هيحصل إيه بعدين. ولكن القرار اللي اتاخد ده من حاجة و20 سنة ضيّع الحاجة و20 سنة دول بلا طائل. أنت بتصحى في يوم من الأيام وأنا شُفت ده رؤية العين يعني. أنت تصحى في يوم تبُص في مرايتك حرفيًا وده كُلّه حقيقي،
اكتشفت ان كل الكلام اللي بيتقال ده حقيقي. انت بتصحى تبص في مرايتك في يوم من الايام تكتشف ان شعرك ابيض، سنك كبر، ملامحك كبرت، ولم تحقق شيء من السعادة لنفسك، مع علمك التام ان دلوقتي انت كشخص ناضج، انت عندك علم تام دلوقتي انه لا، هو ربنا مش عايزك تبقى كده، او ربنا مش خلقك في الدنيا عشان تبقى تعيس. الناس اللي بتفسر ان الانسان شقي في الدنيا، لا، هو الانسان اللي يعني بيبقى شقي في الدنيا ده الانسان اللي عايز يبقى شقي. هو ربنا خلقنا للسعادة، يعني هو ربنا خلقنا يختبرنا بالسعادة. بيبتلينا سبحانه وتعالى، لكن ما بيبقاش كان بيبقى عايز زي ما بيقولوا كده يبلورنا. انت بتكتشف ده بعد فوات الاوان من وجهة نظرك بقى، وانت واقف قدام المراية دي انت اكتشفت ده دلوقتي بعد فوات الاوان. انا ضاع عمري هباء، شعري ابيض، عجزت، كبرت، مش لازم عجزت، كبرت، فرصي بقت اقل في ان انا الاقي سعادتي دي، فبيتحتم عليك ان انت تاخد قرارات تانية، يا اما تكمل في نفس الطريق يا ننقذ اللي فاضل، يا تنقذ اللي فاضل. واوقات كتير قوي احنا بنبص للناس اللي قررت ان هي تنقذ اللي فاضل دي ان هي ناس انانيه وناس ايه الطيش ده وايه بتاع ده ايه الكلام الفارغ ده لما بيعملوا، لكن انت ما تعرفش الباك جراوند بتاع البني ادم اللي قدامك ايه بالظبط. احنا ما شلناش شيلة حد عشان نحكم عليه شايلها ازاي. الله ينور عليك. انا عايزه بقى اسالك نفس السؤال اللي انت سالته لي، ايه القرار اللي اتخذ من سنين وخلى حسام اللي عليه دلوقتي واثر عليه ازاي، وكانت ايه عواقبه؟ لو في قرار فيصلي فإن أنا كنت في كلية حقوق وكنت داخلها مش بمجموع، أنا كنت بحب المجال ده، بس طبعا الباك جراوند اللي أنا كنت واخدها كانت حاجات مش موجودة هنا. ودخلت الكلية وكذا سنة بتقدير لحد ما حصل دروب في السينيور بقى في سنة رابعة، إن أنا قعدت 3 سنين في رابعة بس. اوكي. ومحدش عارف. راجل مجتهد عايز تبقى فاهم كل حاجة مثلا يعني أول سنة 9 مواد نجحت في 2. اوكي. تاني سنة بقوا 7. تمام. نجحت في 2. اوكي. بعد كده السنة اللي نجحتها دي بقى كانت أقل سنة ذاكرت، لأن كان عيب أذاكر. أنا كنت شايف إن أنا عيب أذاكر في السنة دي خلاص. أنا نزلت أخدت كورسات عشان زهقت من القعدة في البيت، مش عشان محتاجها، ملل يعني. بعد كده بس مش كل ده فاصل. الفاصل لما سبتها وأنا بقرر إن أنا خلاص مش مكمل في الشغلانة دي، وأنا مش وإن هي مش بتاعتي. تمام. هنا بقى بدأنا رحلة أشغال كتيرة كانت بتكون شخصية اللي موجود دلوقتي. اشتغلت في الفوتوشوب وأنا ما أعرفش فوتوشوب، بس بقيت بعمل الديزاينز اللي موجودة على التيشيرتس والسلاسل والحاجات والمجات والكلام ده، وكمان بطبعها، عارف المعدات دي بتشتغل ازاي. اشتغلت في أدوات الصيد وأنا عمري ما اصطدت، بس بقيت ماشي من الشغلانة دي بعد 6 شهور. اللي رايح بحر احمر بقول له ياخد ايه، واللي رايح هنا في اسكندريه او بحر متوسط بقول له ياخد ايه. ده وراني ان مفيش حاجه اسمها خبره، انت كل حاجه سهل انك تتعلمها. نفسي الدايركشن في شغلنا هنا يتغير، والناس تؤمن ان خلاص ما بقاش فيه مؤهلات او شهادات تأهلك لحاجه، لا انت ممكن تذاكر اي حاجه وهتبقى فيها كويس. صح سيلف education بالظبط. انا واحد من الناس، اعتقد احنا الاتنين مشتركين في الحتة دي. احنا الاتنين في حاجة سيلف ستادي، بنتكلم لغة مش بتاعتنا. يس. بنتعامل مع اهل اللغة، مش مجرد ان احنا بنتكلم اللغة دي عشان بنتعامل مع سيستم باللغة دي بس. ما بالهم ان احنا مش احنا مش ولاد بلد. بعيدا عن الكوارث اللي حصلت الحمد لله في الاول مني انا بالذات. اكيد ما كانتش كده، بس بصيت ان انا القرار ده كان صعب وقتها، بس اكتشفت في نفسي ان انا بعرف اتعلم اي حاجة. فمن هنا كان عندي حاجتين،
انا عمري ما شفت نفسي موظف، عمري ما شفت نفسي رايح لابس فورمال او ايا كان الدريس كود بتاع الشركه دي ايه، ومعايا شنطه او حاجه كروس والقهوه في ايدي والدنيا دي وبنشوف التاسكات ايه وهنعمل ايه. انا دايما حابب ان انا ابقى حر، وهنا اكتشفت نفسي في المحتوى. كلنا في كورونا كنا قاعدين شايفين العالم بينتهي وبنشوف ايه اللي ممكن يتعمل في الحبه اللي فاضلين. هنا بدأت ان انا اتفرج على كذا حد اشوفه يتعامل مع كورونا ازاي. من هنا بدأت ان انا حابب صناعة المحتوى دي، بس انا مش عارف هعمل ايه. انا بحب ده، طيب انا بحب اللعب، يلا نلعب. بحب البودكاست، يلا نعمل بودكاست. الدنيا اتزحمت عليا بس كان لازم اركز في حاجة. هنا اتعاملت مع الموضوع كمعدات مش كحاجة بحبها. ايه من الاخر كده ارخص حاجة ممكن ابدأها دلوقتي؟ طبعا بصيت على المونتاج، لقيته دنيا جامدة جدا، عايزة معدات جامدة أكيد جدا. فبدأت ان انا اشوف حاجة تبقى ميد رينج، سيت اب يشغل لي ده. وقعدت سنة قدام برامج المونتاج ما بتعلمش، في رهبة من كل الدروب داون منيوز اللي قدامي دي، انا مش عارف منين يودي على فين. وهنا كانت الكونفورت زون، انت بتقول هتتعلم، بتتكلم في اللي هتتعلمه، بيتخلق جواك احساس زائف بالاستحقاقية ان انت وصلت لحاجة ما بدأتهاش اصلا. صح. فما تتكلمش كتير واختار اللي تكلمه. مش كل واحد هيهبطك بيكرهك على فكرة، ممكن اللي بيهبطك يكون خايف عليك، عليك من طريق انت مش عارف هتشوف فيه ايه وهتوصل لايه. بس معلش، هو ربنا حط ده فيك مش في غيرك عشان لسبب. ممكن انت تكون تعرف تحقق ده مثلا، مش اللي انت بتحكي. بص انا هقول لك على حاجه يا حسام، يمكن انا هختلف معاك في النقطه دي. ليه؟ انا في وجهه نظري، انا لو عندي علم معين وجالي حد زي حسام عايز يتعلمه، عايز يعرف المعلومه دي او عايز يتعلم الحاجه اللي انا بعملها دي مثلا. بالنسبه لي انا من كذا سنه كانت ال 3D ديزاين. انا برضو علمت نفسي بنفسي، ويوتيوب فيديوز ايام بقى ما اليوتيوب كان لسه بقى في بداياته. يعني كان الناس اللي بتدخل عليه دول كانوا بيحطوا الماتيريال زي ما هي، اللي هو حاططها it's education for education، قبل ما يبقى دلوقتي it's all commercial. فاهم قصدي؟ انتروز وكوميرشال كاردز، ادز لو في، سبونسر لو في. الله ينور عليك. كانت الحاجة بتتحط قدامك زي ما هي، بيعلمك الستبس، بيعلمك كذا، ما كانش فيه بقى بارتس والكلام الفارغ ده، كان الفيديو كله على بعضه. لما حاولت ان انا اكلم حد عشان يعلمني ال 3D ديزايننج، كنت اعرف ناس اوريدي هم مهندسين وبيتعاملوا مع الحاجات دي، وال 3D ماكس، في برنامج كده تاني مش فاكره اسمه ايه، اوتوكاد تقريبا. اوتوكاد، ايوه اوتوكاد. الناس دي كانت بتحبطك لمجرد ان انت مش دارس. هم ما عندهمش فكرة انه انا ممكن يكون شك في نفسهم انهم ما يقدرش يعلموك، ده ممكن، ده شيء من الاشياء، او ان هو ايه يا عم، انت مش خريج هندسة مثلا، انت مش خريج كمبيوتر ساينس ولا الكلام ده، علشان تبقى فاهم انا هقول لك ايه لما اقول لك افتح الابلكيشن او افتح كذا او ديزاين كذا او هات ماتيريال من الحته الفلانيه عشان نشغلها على البرنامج او كده. مش هتعرف ان انت تعمل كده، الدايمنشنز ذات نفسها مش هتعرف تعملها لان انت مش دارسها. انا في وجهه نظري كايمان، لا، انا اعلمك، انا ابذل مجهود ان انا اعلمك واساعدك. انت عرفت تتلقى، هيبقى اهلا وسهلا، هبقى عملت حاجه حلوه. ما عرفتش تتلقى، انا ممكن استفاد منك انت، ان انا اعرف هل العيب فيا انا مش عارفه اعلمك، انا اكون شخص مثلا ما بيعرفش يدي المعلومه، ولا انت ما عندكش بقى وقتها القابليه لتلقي المعلومه دي مني، فانا ابتدي ان انا اوجهك حته تانية. انت فاهم؟ انت عارفني، انا وجهة نظري المساعدة للمساعدة، فيلا بينا. اللي هو انت ايه ده، انت عايز تشتغل جلاديتور، يلا بينا، تعالى نشوف الفيديوهات بتاعت الجلاديشن وتعالى يلا بينا. انت عايز تبقى لعيب كاراتيه، يلا بينا نجرب.
هنصرف وهنعمل بس for the sake of ان انت عايز تتعلم. حسام عايز يتعلم، انت فاهم قصدي؟ طول بالظبط. ما هي حاجة بالنسبة لنا لا حرام ولا عيب، لا انا ساعدك تتعلمها. فانا اختلفت معاك ليه؟ لان انا في وجهة نظري الناس اللي بتحبطك دول مش خايفين على مصلحتك. لا، هو مش من حقه ان هو يحجب عنك علم طالما ولا عيب ولا حرام، لمجرد ان هو اصلك مش شايفك في الحتة دي، او خايف عليك تروح الحتة دي فتعمل كذا كذا. يا عم انا مش بديك العلم ده، انا مش بديك العلم بتاع ماشي. انت عارف طبعا ان الفيديو اديتنج انت ممكن تستخدمه زي ما انت بتستخدمه مثلا، او تستخدمه في حاجات تانية، صح؟ اكيد. حاجات تانية وحشة اكيد. مم. انا اعلمك الفوتو اديتنج، الفيديو اديتنج، واسيبك انت ليك حق الاختيار. انا بعلمك ايه؟ مش بعلمك ان انت تعمله وحش، لا، انا بديك العلم. انت استخدامك ليه ايه دي مش قصتي انا. انت فاهم قصدي ايه؟ بالظبط. فلذلك انت لما بتقول في ناس مثلا كانوا بيحبطوك بس هما مش، لا، انت مش من حقك ان انت تحبطني. انا جاي لك طالب منك علم، مش طالب منك حاجه تانية. بس انا كنت بتكلم اوفر اول، مش رايح ان انا اتعلم هندسه صوت من مهندس وانا ما دخلتش هندسه. انا بنتكلم 2 صحاب قاعدين، انا عايز اعمل كذا، والتاني ممكن يقول له يا عم اللي عمل خلاص، انت لسه يس. هتبدا من دلوقتي، داخل في أيوة. مجال فيه كذا حد. لا، هو هيبقى فيه تاتشايه فيكي، والا كان المنطقه اللي فيها لبان واحد كان هيفضل لوحده. صح. المنطقه اللي فيها صيدليه واحده ما حدش هيفكر. هل وجهة انا نظر المصرية دي سوبر بالظبط. ماركت فاتح حلو. ومعلش كلنا نفتح سوبر ماركت. انا مثلا الجيم اللي انا كنت بروحه في الشارع عندي كان فيه قبليه جيمين. هو مش بس فتح، لا، هو الاثنين اللي قبليه قفلوا. هل هو خد منهم رزق مش بتاعهم؟ لا طبعا. بس انت طور نفسك. وكان التانيين بيشتغلوا عشان كان في بادجت معينة، فيهم حاجة مش موجودة في التاني. بس انت مش هتفكر في اللي ياكل قبل ما تفتح. انت مش هتفكر في محل، مش هتفكر اللي هيجي لك ده هياكل ايه. لا، انت افتح وهتشوف هتعمل ايه، والباقي بقى معلش. انا كحد يعني سبق انت مش لي. من انصار دراسة السوق الاول وبعدين نفتح مشروع؟ لا، دراسة السوق حاجة ومتطلباتها، ونشوف احنا دراسة السوق احنا بندرس ده طبيعي، بس ما ينفعش وانا بفتح مطعم انا بدرس سعر المواد الخام، مش شخصية اللي هيجي ياكل. صح. اللي هيجي ياكل هنخليه لما يبقى في مكان ملموس يخشه، يا كلاود كيتشن يعمل من عليه اوردر. دي ما تفكرش فيها دلوقتي. لا، تعال نشوف انت هتعمل اكل اوريدي شرقي، اكل غربي، اكل هندي، اكل موجود اصلا في الماركت بتاعك ولا لا، حاجه من اختراعك بتاعتك، ولا حاجه اوريدي اتعملت قبل كده وانت هتبدا تعملها بطريقتك. اكل عادي ما فيهوش اي افتكاسه. كل دي حاجات تحترم، مش لو كل واحد اخترع حاجه في الاكل. يعني توفيق الدين قال حاجه حلوه قوي جت في وداني، لما كل دي فتوات امال مين بس اللي هينضرب؟ لو كل واحد بتاع اكل هيخترع برجر ما اتعملتش زيها، يبقى الوقت راح في البرجر اللي بيتعمل، وهيجي لك واحد ما بيفهمش اصلا في الاكل، ما استطعمهاش، مش عاجب حقه، فلوسه وبياكل حاجه. فمش دايما التميز مطلوب، الا لو انت هتعرف تعمله. طب مش هتعرف تعمله وانت بتفهم في الاكل، هتعمل اكل عادي جدا. دراسة الجدوى احنا بنتكلم في الخامات، بنتكلم في السوق، بنتكلم في مكان، بنتكلم في سبونسر للبيج بتاعتك. لو انت مش بتاع سوشيال ميديا هتهير واحد بتاع سوشيال ميديا، هتهير ناس. لو انت عامل 24/7 انت عايز على الاقل 3 شيفتات، فانت عندك ايجار مكان، عندك خامات، عندك مرتبات 3 شيفتات. ده اللي تفكر فيه قبل ما تفتح، مش تفكر في اللي هياكل. صح. وهنا جات من الكلام مع الناس في اي حاجه انت بتفكر فيها. احنا كلنا محدش هيفكر في حاجه وحشه لنفسه، كلنا عايزين الكويس. بس انت اولا ما تعرفش اللي بتحكي له ده نفسه بينها وبينك فيها ايه. ثانيا ما تعرفش لو حد في المجال. انا واحد من الناس سالت واحد على حاجه في المونتاج، وكان اول واخر سؤال اساله له عشان هو كان بتاع مونتاج. قلت له بعمل الحته دي ازاي؟ قال لي انا عارف ان انت عايز نعملها لك، بس والله انا فاضي دلوقتي. قلت له انا اتفاجئت يا ابني، ما لو عايزك تعملها لي ما انا هقول لك، عايز مش عايز براحتك، بفلوس هتقول لي كام يناسبني هقول لك يلا. ساعتها هنا قررت ان انت ما تصرفش على كورسات، انت تصرف على معدات. ده واحد في اي حاجه انت بتفتحها. بعد كده اليوتيوب موجود،
اقصى حاجه انت تدفعها في كورس، معلش يعني الراجل ده لو عامل كورسات معينه زي واحد صاحبي ده انا اتعلمت منه مونتاج، وده هحط لينك في الديسكريبشن لان ده ليه فضل ما نكرهوش. الراجل ده معلش دلوقتي في كورسات معينه تخش تلاقي مكتوب عليها ممبرز اونلي، حقه. نايس. بس هل وصل للممبرز اونلي واللي الشانل بتاعته فيها 5-6 وبيقول حامل اشرح مونتاج؟ لا طبعا. لا، هو ده كل اللي عنده. فانت بتبدا بالحاجه، ابدا بكل اللي عندك. وانت لو فرضا حد خد الحاجه دي وبقى فيها احسن منك، انت في ميزانك في الاخر دي بتاعته، اخدها من ربنا، ما خدهاش منك انت. كون ربنا جعلك سبب، ده حاجه امتياز من ربنا اداهولك. ده الوحيد اللي تصرف فيه، بس تصرف مين؟ تصرف مع اللي يستاهل. مش هقولك بقى مشاهدات او متابعات، لا لا لا، انت الراجل ده شوفه، اعمل كده سورت باي اولدست او فلترة بالاقدم، وشوفه لما بدأ كان عامل ازاي. انت لنفسك اللي هتحكم، وانت ساعتها اللي هتشوف. بس معلش يعني انت لو ممبرز اونلي انت بتتكلم في 50 جنيه في الشهر. بتجيب ايه دلوقتي؟ ال 50 جنيه ما بتجيبش حاجه. وهنا ياخدنا لثقافه ان احنا ما بندفعش في برامج، ما بندفعش. انت عايز متوقع نتيجه كبيره جدا من السهل ومن الجزء الفري في اي برنامج بتشتغل عليه. صح. فساعتها انت مش هتلاقي تطوير، خصوصا في حاجه زي اليوتيوب مثلا. اليوتيوب انت عندك ماتيريال متوفره ببلاش كتير. بالظبط، انت عندك ماتيريال متوفره. طب انت بقى بدأت خلاص، عرفت البيزكس. انا واحد من الناس بقالي مثلا 2 بمنتج، لا انا عايز اعمل تغيير، عايز اعمل في حاجه جديده في البروجكت بتاعي ده، انه يطلع يشد. ساعتها بقى تبدأ تتعلم حاجه احترافيه اكتر. طب الاحترافيه دي بقى بفلوس. معلش انت عندك حاجتين، يا تكمل زي ما انت، يا تصرف بقى شويه واللي هي ما تعتبرش فلوس عشان تطور من نفسك. في الحالتين انت ما احتكتش ببني ادم. الراجل اللي عامل العروض على الشانل بتاعته الكورس ده لازم تبقى تعمل جوين للشانل، مش بس سبسكريبشن. ده ما يعرفكش، ومشكلته معاك مش شخصيه، لا بالعكس، هو ما فيش مشكله معاه اصلا. ده واحد وصل لقدر من المعرفه في حاجه. لو انت تعمل حاجه كويسه ما تعملهاش ببلاش، بالبلدي، مش هنجعلصها بالانجليزي. لا ساعتها ماشي، انا ممكن استفاد من ده. طب عايز استرخص وادور على الفري، خلاص هتاخد على قد الفري. انت دلوقتي الحاجه دي عايزك تستثمر فيها، ان انت تجيب معدات على الاقل بنتكلم في لابتوب. مش هقول لك بقى ايه سيت اب كامل، على الاقل لو عايز تشتغل بره لازم هتستثمر في نفسك في الاول، والا بعد كده مش هتيجي. طب في ظل رحله الاستثمار دي بقى، خد بالك من لسانك. لسانك ده ممكن ينقلك نقله فوق، وممكن يهبطك هبده تحت ما تقومش تاني. هتختار اللي بتكلمه. لو حد بيساعد هتختار اللي بيساعده، هتختار هتختار اللي يساعدك يكون مين. لو حد هيمن عليك بالحاجه شكرا. لازم تعرف ان هي مش سهله. لو سهله ما كانتش هتستاهل. لو سهله كنت هتلاقي الناس كلها في الحاجه دي، ايا كان بقى الحاجه دي. صناعه محتوى، ان انت تبقى صاحب محل اكل حتى. انت دلوقتي في حاجه العادي ان ده موظف شغال من 9 ل 5. طب ايه اللي مش عادي؟ انت مش حابب حته الموظف. انا ما كنتش حابب حته الموظف، اتحطيت في حته الحمد لله مرتاح، بس قصاد الراحه دي ما فيش فيها خلاص المقابل المجدي. طب هل انت تقدر على المعمعه بتاعت المجال ده؟ لا ما تقدرش. يبقى هنا يا هنشوف حل يا هنفضل نشتكي. هتشتكي هتتسحب لتحت من غير ما تحس. صح. هتشوف حل، هتشوف انت بتحب ايه. اكيد في حاجه بتحبها. تلاقي نفسك بتتجرجر للقاع وانت مش دارين. علشان تطلع من القاع ده هتبذل مجهود، ويا طلعت يا ما طلعتش. زي القطر الغلط. كل ما بتغيب في التفكير انك في تنزل، كل ما كانت رحله العوده للصفر اطول. احنا مش هنرجع للطريق الصح، احنا هنرجع عشان نبدأ صح. فمن الاخر اختار الناس، واختار الطريقة اللي انت هتعمل بيها نفسك، والناس هتشوفك بعينيك. لو شايف نفسك ما تعرفش تعمل حاجة، مهما كان الناس دي طالعة بيك السما. لو طوب الارض خاف عليك وانت مش خايف على نفسك، كل ده هباء.
ضايع. طب مين بقى اللي هيعمل القرارات دي؟ بما ان كلامنا كلنا عن القرارات، انت. هل لما تتأخر ده يعيبك؟ لا، هتبدأ في لا، وقت ما تقرر انك it's تبدأ. better late than never. بالظبط. انت دلوقتي واحد قررت حاجة، القرار ده انا مثلا قررت قرارات ياما غلط، بدفع ثمنها لحد دلوقتي. طب وبعدين؟ ما هو لسه فيه، انت لسه فيك نفس، ومش اي نفس ده، انت نفس هتتحاسب عليه. صح. تعال نشوف ايه اللي متكوم عليك، بدل ما انت قاعد قدامه مبوظ اللي راح بالقرار ده، ومبوظ الحالي اللي انت فيه، ومبوظ اللي جاي لو الحاجات دي ما خلصتش. لا، تعال نعمل نص حاجات قديمة بنصلحها، ونص نعمل لقدام. هتلاقي الوحش نقص وانت مش واخد بالك، اكنك كده عندك جبل انا مواعين هوافقك بتفصل. في الحتة دي، وهقول لك ليه. انت فعلا انت خلاص، احنا طبعا دلوقتي احنا بنقول ان احنا ناس احنا خلاص في المستقبل بقى، راح في وقت القرار المستقبل، وراح الحاضر اللي في النص. وراح المنحدر اللي في احنا النص دلوقتي اللي احنا فوقنا مرينا بيه. احنا دلوقتي خلاص فوقنا في الفيز بتاع وكبرنا الفوقان. ونضجنا، واحنا بقى دلوقتي بقينا اسياد قراراتنا. انا بقى قررت حاجة زي ما بيقولوا كده ايه، او زي ما انت لسه دلوقتي قايل، انت لازم تهد وتبتدي من الصفر. انت لازم تنزل من القطر وترجع تاني لمحطة البداية، نقطة البداية، عشان تركب القطر الصح. انا كان لازم اهد، انا خدت قرار بالهدد لمبنى متداعي، لمبنى قايل للسقوط اساسا. لو فتحناه هيقع الركام بتوعه علينا، مجرد فتحه هيوقع الركام علينا، هيدفننا تحتيه. فانت بتقرر ان انت تجيب مقاول هدد نظيف يهد، يلم الرديم، وبعد ما يلم الرديم يحفر ويطلع الأساسات الخاربة اللي هي القرار اللي اتاخد من الكذا سنة اللي فاتوا. انت لازم تمحو القرار ده. تمحوه ازاي؟ بان انت تاخد قرار بقى من نفسك، انه انا هغير ده، فانا عشان اغيره لازم امحي اي اثر موجود ليه تماما، ايا كانت التضحيات بقى، ايا كانت المسميات. وسبحان الله يا حسام، يمكن انا في حالتي الموضوع كان قدري جدا. انا لما انتويت الهدد ما انتويتهوش علشان انا بدور على شيء معين من ورا الهدد ده. انا كنت كل اللي بدور عليه ان انا لازم اهد ده عشان اقعد على رواقه انا والاشخاص اللي بقيت مسؤول عنهم. هنوقف الايذاء النفسي المستمر اللي بيحصل ايوه، بأنفسك. الله ينور عليك، علشان نبني من اول وجديد انا والناس اللي انا مسؤول عنهم. تمام. بتفاجئ وانت بعد ما هديت والمقاول شال وشال الأساسات الخاربة والحديد الصادق، بتكتشف إن ربنا بيرميلك شخص. عارف انت أما تكون عايم في بحر وانت عايز تبص تحت في القاع على الشعاب المرجانية والسمك الملون والبتاع، عارف إحساس الطفولة ده؟ وفجأة وانت بتعوم ايدك تيجي كده، انت بتعمل بتدي الرمية بتاعتك، تلاقي نضارة. النضارة دي تعمل ايه؟ انت هتلبسها وتشوف بيها، بس انت لما لقيتها انت كأنك لقيت بص مليون جنيه، مش نضارة بلاستيك. ما دي بالك كانت بقى، القشاية. الله ينور عليك، ما بالك بقى لما تلاقي ان انت انسان لسه هادد نفسك وهادد ما كنت تقطن به، ومغير اساسات،
ولسه هتمد ايدك وتبني، لقيت حد ماسك ايدك كده يقول لك تعالى وقع، سيبني انا هبني لك، تعال نبني على نظافة. وجس وات، اقعد ارتاح انت والناس الصغننة دي، وانا هبني لك انا بنفسي، مالكش دعوة. انا بؤمن حاليا تماما وتمام الايمان ان ربنا بيبعت الارزاق طبعا سبحانه وتعالى على كل شكل. ناس ولاد حلال تلاقيهم في سكتك، قرشين في وقت زنقة، ان ربنا يكفيك شر المرض، ما تحتاجش ان انت تصرف فلوس زيادة على مرض او ايا كان، يقفل عليك باب حرام. ده رزق، ورزق كبير جدا ان هو يقفل لك باب حرام كان مفتوح. الارزاق في البني ادمين بتبقى مختلفة. اما ربنا يرزقك ببني ادم بيبقى الاحساس مختلف تماما، وانت بتحس ان الرزق ده رزق مختلف تماما. انت هو طبعا. بيرزقك و مش بس بيرزقك بإنسان يشيل عنك شوية، لا ده إنسان مش شال عنك شوية، ده شالك انت بالشوية بالمشتملات كلها. احنا هنا ما لقيناش الخشب اللي اتشعلقنا فيه عشان نعوم، احنا هنا لقينا قبطان الله ينور عليك. دنيته اوريدي جاهزة. احنا لقينا القبطان اللي شال وحطينا جوه السفينة، وانا سايق الليلة دي زي ما بيقولوا، انا سايق الليلة دي متقلقوش، هنوصل لبر الامان سوا. ده بيديك احساس انه لا، هو انا القرار اللي اتاخد من حاجة و20 سنة ده definitely was wrong. It was definitely wrong. ان انت تسيب شخصية زي دي تقرر انت كشخص وقتها، اللي هو الناس الكبار وقتها، انت تقرر وقتها، انت عارف الشخص ده عندك علم بكينونته عاملة ازاي، وتقرر التفرقة لمجرد المستوى المادي او الاجتماعي او ايا كان. لا اشتري من الدنيا بني ادم. اكيد في اللي جاي المفروض نعمل كده، بس بانها حاجة حصلت مش ممكن مثلا الحاجة دي ما كانتش تبقى موجودة قوي، او في البروجرس بتاعها ما كانش يحصل. مش ممكن يكون حد كان زي مثلا زومبي متوحد دايما في القرارات المهمة، في الحاجات اللي بشتغل فيها على نفسي انا بختفي وبرجع الحمد لله احسن. انا شايف طبعا العمر اللي بيفوت بيزعل، بس كان ممكن الكيان اللي شايفينه كامل قدامنا ده وارد جدا كان يبقى احسن منه لو احنا كنا موجودين مع الشخص ده في البداية. وارد ما كانش يحصل ان هي تحصل حاجة يخلي اللي قدامي ده يبانك، ما يكملش في الحاجة، يبدأ تطلع له حاجات يخليه ممشيها ان هي تبقى يوم بيومه او كوارتر مايل تايم ايا كان. بس انا طبعا هي حاجات، يعني احنا بنتكلم في القرارات والحاجات اللي كانت اتحطت علينا ما لناش فيها سلطان. انا مثلا اهلي قرروا ان انا مش في عمليه معينه كنت محتاجها، انا مش محتاجها. ودلوقتي انا ممكن مع الكلام الكتير ابقى بنهج، بس كان ممكن قوي تحصل كارثه وقتها. دلوقتي انا ما ينفعش اعمل، دلوقتي اي دور تعب صغير مثلا بيخلي الدنيا صعبه جدا عليا. انا لو اتكلمت كتير ببدا انهج زي دلوقتي، بس ده كان حافز لحاجه تانية احسن. انا كان ممكن ابقى متعالج بس في نفس الوقت اعيش عادي. انا بحب الرياضه جدا ودايما عايز جسمي يبقى رياضي ومختلف. التعب ده كان الحافز اللي يخليني دلوقتي ابقى في السن ده مثلا ما بين بقى 35 وال 40 وبلاقي في ظل ما ناس الرياضيين بيبطلوا الاقي نفسي ببدا في الوقت ده هيظبط لك كل اللي جاي. طب وقتها كان ايه اللي هيحصل؟ هل اللي حصل ده ما يزعلش؟ لا يزعل، بس انا دايما شايف الماضي ده
الماضي بيوصلنا اللي احنا فيه دلوقتي. انا شايف ان القرار ده بما اني شفت كمية حاجات تايم ترافل تشيب، هتلاقي نفسك بترجع للقرار اللي اتاخد. لو شفتي الكواليس هتختاري اللي حصل لك. ايا كان اللي حصل ده ممكن يكون سيء، كان ممكن يبقى أسوأ لو حد غير حاجة. ودي حاجة اسمها في فيلم اسمه ميراج، ده يعني السراب بالاسباني. هحط اسمه برضو في الديسكريبشن. ده فيلم اسباني، فيلم ممكن تلاقيه بسهولة جدا. هيوريك الماضي الأليم ده لو غيرته البديل بتاعه هيبقى أليم ازاي. حاجة زي الباترفلاي افكت. انا معرفش الصراحة باترفلاي افكت، بس هشوفه. بس الفيلم ده قعدني، انا كنت بسقط، فقت، خلصت شغل معرفتش انام من كتر العظمة اللي دخلت لي. انا لو راجع بيا الماضي ما افتكرش اغير حاجة، لان انا الحمد لله مبسوط دلوقتي. طب الانبساط ده جه من ايه؟ جه من عقلية معينة. العقلية دي كان حصيلة ايه؟ كان حصيلة مثلا قهر زمان وقرارات غلط اتعملت لك وانت ما كانش قدامك غير انك انت ما تعملها. فهمتش قصدي. انا مش قصدي ان احنا نروح نغير القرار، لا، هو القرار كان غلط اكيد. لا انا بتكلم في من ضمن القرار غلط. الحاجات، بتكلم من ضمن الحاجات اللي بتيجي في دماغنا. هو كده القرار كان غلط، بس ربنا عوضنا في المستقبل. لو احنا كنا عايزين سمكة لقينا صنارة، لو كنا عايزين خشبة نعمل بيها حاجة تنقذنا من الغرق، احنا لقينا سفينة جاهزة. فلو في حاجة انت لسه بتعيش عواقبها، الخلاصة لو في حاجة انت لسه بتعيش عواقبها دلوقتي، حسن الظن بربنا ببلاش. لو انت كان نفسك زمان في عجلة ما جبتهاش، هتلاقي العربية قدامك من غير ما تدفع ثمنها، ده انت هتلاقيها ومعاها ثمنها. فالسير بتاعك ماشي، ما تخليش الغلط اللي حصل زمان يوقفك. حتى لو هتهد المعبد على دماغك انت قبل اي حد، هده وهتلاقي الفتحة اللي تطلع منها ايدك، بعد كده راسك، بعد كده جسمك، هتنظف نفسك وتبدأ على نظافة. ايا كان لما تكمل في الوضع اللي اتفرض عليك، احنا كده خلاص انتقلنا من حتة انه كان مفروض عليك اللي دلوقتي هو بقى غلطتك وبتعيشها. صح. الاستمرارية بعد الإدراك التام للواقع هو الذنب الحقيقي، مش بالظبط. فخلاص انت دلوقتي سيد قرارك، تقدر تهد اي حاجة. لو مثلا علاقة غلط هدها، لو شغل اذيك سيبه، لو مشروع انت عمال بتخسر فيه، لا، اخسر اللي فاضل وخد منه اللي يخليك تريكفر منه وتبدأ تعمل حاجة بتحبها. على فكرة الوظيفة أنا واحد من الناس ما كنت شايف نفسي فيها ونفسي أبقى شغال حر. مش معنى كده ان الوظيفة وحشة عشان بتوع الاتش ار وبتوع التنمية البشرية والبودكاستات الكتير ووجري ووطي ونام 3-4 ساعات وهتذل نفسك على الفاضي. لا، مش كل الموظف فاشل، مش كل الوظائف وحشة. لا مش كل الوظائف وحشة. المنحنى خد جد، بس جد من اللي كان لابد منه، عشان في ناس مستقة في حتة الحاضر، في ناس لا عارفة تعدي من الماضي ولا عارفة تخطي خطوة في المستقبل. ولو قعدتنا دي، لو جبت بقى 2 شاي 2 قهوة بتسمع لوحدك بتسمعنا، هتلاقي كده في بتاع كده سودة لو انت فاتح من براوزر، وهتلاقيها بيضة لو انت فاتح من موبايل. دي سبسكرايب، جيس وات، دي ببلاش، جنبيها جرس عشان اللي جاي يجيلك، دي ببلاش برضو. يعني احنا مستغلين اسعار كتير. لا، انا هديك النهاردة منيو ببلاش، وهنختمها باللايك بقى، وهنعمل شير في الاخر. في لينكات في الديسكريبشن هتاخد وتدي معايا. لو حابب تبقى ضيف يلا بينا. لو عندك حاجة، بما اننا اسمنا بودكاست تخطيف واللي ما لحقتش اقوله لان ايمانوفا دخلت في الانتر على طول فاحنا اسمنا بودكاست تخطيف، ما فيش سيزون معين ولا في حلقة زي التانية ولا في ضيف زي التاني، بس ايمانوفا مكملة معانا شوية عشان ايمانوفا اوريدي حرام ليها براءة اختراع ان السيزون كله هي خلصته في 5 دقايق. ايوه فخلصنا القرارات، هنعمل فوتنج المرة الجاية هتبقى في ايه من ضمن الحاجات اللي هي قالتها في الاول.
ونشوفكم الحلقة الجاية. يلا هنودع الناس. يلا بينا. يلا بينا. سلام. سلام.